السؤال اللي لو جاوبت عليه ممكن توصل ل1,000,000 دولار. هو يعني ايه بيرسونال براندنج؟ وليه كل الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا؟ ايوه انا عارفه، ده بتاع المشاهير اللي بيلبسوا من براندات وبتاع. مشاهير. البيرسونال براندنج بكل بساطة هو الانطباع اللي الناس بتاخده عنك لما انت تكون مش موجود. انت مين في دماغ الناس، مش الناس شايفاك ازاي. وده موجود على السوشيال ميديا وبس كده طبعا، ان انا اعمل بقى محتوى وانزل برضو. انت مصمم. البيرسونال براندنج ملهوش اي علاقه بالسوشيال ميديا. البيرسونال براندنج ده هو انت، شخصيتك، اسلوبك، طريقتك، صوتك، كلامك، الطاقه بتاعتك وانت قاعد حتى في المكان. كل ده بيطلع في هيئه فيديو فبيديليفر مسج للناس. فهنا الناس بيحصل لها افكت من الطاقه بتاعتك ومن طريقتك ومن اسلوبك ومن كلامك ومن الكونتنت ومن كل حاجه انت بتوصلها لهم. ده علاقه البيرسونال براندنج بالسوشيال ميديا. ايه يا عم الكلام الكبير اللي انت بتقوله؟ يعني مش لازم اتصور بعربيه جي كلاس او البس من براندات معينه او اطلع اقول على نفسي ان انا نمبر 1؟ لا طبعا، تماما مش كده. دي الهاله اللي انت بتبنيها لنفسك حوالين نفسك علشان تعرف تبيعها للناس. يعني مثلا فاكر الشخص اللي ماما كانت بتحكي لك عليه زمان وانت صغير علشان تخوفك منه؟ لا كنت شفته ولا حتى سمعت عنه ولا كان في خيالك، بس هي خلقته من وحي خيالها علشان تنقل لك احساس بالهاله بتاعت الشخص الفلاني اللي هو اساسا ملوش وجود. فده نقل لك احساس الخوف، احساس التعاطف، اي احساس بيتنقل لك عن شخص ما موجود. الشخصيه دي عندها بيرسونال براندنج قويه بنت صورتها جوه عقلك. وانت دلوقتي في مرحله لازم تختار، يا تبني صورتك بنفسك يا تسيب الناس هي اللي تبنيها بطريقتها. لو لسه مش عارف تبني بيرسونال براندنج لنفسك من ان انت تصور كام فيديو وتنزل لنفسك كام صوره، ابعت لي وانا اقول لك. ده انت عالم متعب. ده بيرسونال براندنج، ده كوكو براندد ده.